بس خلي بالك بقى، عيوب اللي انت تبقى جريء وصوتك عالي كده بتبقى مخاطرة في كتير من الأحيان. كتير من الأحيان بتبقى مخاطرة. انت بقى لو انت كنت لسه طالع جديد بقى من الحوار اللي انا متربي ولا ما ينفعش اعمل في حد كده وخايف ومش عارف ايه، هتبان ضعيف قوي. هتبان ضعيف قوي في الموقف ده، مش هتحاول بعدها تجرب في اي حد تاني. وللاسف هتدنك في الحته اللي انت فيها بقية عمرك. وانا مش عايزك كده. عايزك تجرب. ممكن المره الاولى تخيش منك، المره التانية تخيش منك، التالتة مش هتخيش، وهتطلع في الاخر مبسوط. جت بنت قبل كده حاولت تحتك بيا وتقول لي، انا قاعده شايفاك واخد وضعك قوي، قاعده على الترابيزه لوحدك، مش عارف كنت عارف ايه، ومركز قوي في حاجه، والموضوع عجبني شدني الصراحه. هي جت تقول لي كده، واحده ما اعرفهاش. تمام. فاهم قوة اللي بقوله لك ده. انا الكلام ده والله بتلقائية، ما بحاول ان انا افرض ظهري لا لا. مش كده. ايوه. محترم ملوش مكان في الدنيا. المتربي ابن الناس اللي بيخاف على زعل الناس، واللي بيقول لا انا مش هعمل كده بحجة ان هي ممكن تأذي حد، والحد اللي قدامه ده كان فعلا يستاهل يتأذي. ده بني ادم غالبا ضعيف النفس والجسد، مدعي مثالية، عبيط، ابن. ما تسمعلوش ولا تقعد معاه ولا تعتبره إنسان. طبق العدل لما تكون في مكان القاضي. ما انت دلوقتي من ضمن الرعاية، وان حد من الرعاية دول طالك هياكلك من غير ما يسمى عليك. وده العالم اللي احنا عايشين فيه، وده الواقع اللي احنا متربيين فيه. بس للأسف في ناس كتير، وأنا كنت واحد منهم، تربينا على إن الدنيا مش كده. تربينا على إن أنت لو كنت أصلك طيب ده هيترد لك من وسط الناس. دي مش حقيقة. اه، لو اصلك طيب عامل الكل باحترام، حلو، ده كلام جميل. بس لو حد يفكر لملي ثانية ان هو يقلل من الاحترام ده، او عاملك باسلوب ما تستحقش اللي انت تتعامل بيه، او اداك مردود سلبي على اللي انت بتعمله او العطاء اللي انت بتقدمه للناس، امسح بكرامة الارض. ما ترحموش. وعمرك ما هتعرف تعمل كده غير لو كنت قوي هنا وهنا. في ناس بتدرك الإدراك إن هي الدنيا فعلا مش بامبي، وإن أصل الطيب مش هينفع. مش هينفع أسرفايف بيه في العالم بتاعنا ده. بس برضه بيعمل اللي هو بيعمله. ليه؟ عشان هو مش قوي، لا هنا ولا هنا. فخد بالك من الحتة دي، دول كتير. خلي بالك الناس دي برضه هتحط عليك ثقل، اللي انت يا مخالف الدين، يا مخالف الأعراف، يا انت ابن عامة عشان انت مش شبهي. خد بالك قوي من النقطة دي. وبالمناسبة ما تقولنيش كلام مش بقوله، ما تكفرنيش طبعا، ما تخليفش اي تعليم من تعليم ربنا طبعا. ما تمشيش تأذي الناس في الشارع، ما تبقاش عبيط. امشي بمبدأ كويس، امشي بمبدأ كويس. انا محترم، بس كل الناس مدانين حتى تثبت براءتهم. يعني ايه؟ مفيش حد كويس. انا ماشي كده حاطط في دماغي ان الكل اعدائي. تمام. ويمكن الكل مش اعدائي، يمكن في ناس كويسة تتمنى لي الخير. اهلا وسهلا. انا كده كده مش هأذي حد ولا هبادر بالأذية، عمري ما هبادر بالأذية. بس ان حد يفكر، انا مستعد منتبه، ومش خوف من حد. بالعكس، انا باصص في عينين الكل ومستني حد يعمل حاجة. مش ده منطق اقوى اللي انت هتمشي بيه في حياتك؟ مش دي فكرة احلى اللي انت هتخليك تسعى اكتر في اللي انت تكون جسم احسن وعقلية احسن تعرف تعمل بيها الناس، وبالتبعية فلوس اكتر، بحيث ان محدش يقدر يكسر عينك في اي حاجة، في أي كلام بتاع قاعدة اي مكان. فانت بقيت قوي من النفس والمال والبدن لمجرد اللي انت عملت حسابك. انت كده كل ده بتعمل حسابك، مش لمجرد ان انت تنجح وخلاص. لا، انت بتعمل، هتاخد حذرك. تاخد حذرك. مرتب ابو 5000 جنيه، 6000 جنيه، الراجل صاحب الشغل لو بكرة انت مش عاجبه هيمشيك. تقدر تفتح بقك؟ انت بالنسبة له 6000 جنيه ورق، شوية ورق بدهم لك اخر الشهر عشان بس تكمل
تضيع حياتك وتضيع عمرك في الحاجة اللي ايا كانت بتعملها في الشركة دي. لو طبعا انت مبسوط بشغلك وحاسس بيديك حاجة معنى في حياتك وكل الكلام الجميل ده، والله لو بتاخد 500 جنيه، فاهمني؟ لو انت مبسوط بالحاجة اللي بتعملها، لا، انا انسى الكلام اللي انا قلته لك ده. بس غالبا انت مش مبسوط. فامشي بدماغك وبدراعك وبحاجة تالتة، والله وحياة عينيك وعينيا عمرك ما هتندم وهتنام مبسوط. عارف يعني ايه تنام مبسوط؟ انت ما جربتهاش من زمان. هتنام زي نومة الأطفال، مش شايل هم بالدنيا، ومش حاسس ان انت مديون بحاجة لحد. وان كان في حد ليه ضغينة عندك، انت نام مش فارق لك، نام أسد فاتح رجليك مد جسمك على الآخر، مش همك حد ولا حاجة. عشان انت قوي. انت لو حد قرب، انت لو بصيت على الاسد بينام ازاي في الغابه، ولو بصيت على الارنب بينام ازاي في الغابه، تلاقي الاسد بينام في نص الغابه في عز الشمس والظهر والنور والناس كلها شايفاه، نايم كده. اللي حاز يقرب له يقرب، ولو دكر قرب، ما تلاقي الارنب متكلفت كده في الجحر بتاعه، واخد بالك؟ يا رب ما حد يقرب لي. هشوف انت عايز تبقى انهي حيوان فيه. كده كده لازم تبقى حيوان فحل. فحل، انا عايزك فحل في كل حاجه في الدنيا. وزعق واتكلم بصوت عالي. اتكلم بصوت عالي، ايه المشكله؟ بس طبعا في مكان، يعني مش هقول لك اتكلم بصوت عالي في جامعه مثلا وانت في نص المحاضره عشان عايز اتكلم خلاص، لا. طالب منك تتكلم في مكان اللي يفضل فيه ان انت تتكلم، تتكلم بصوت عالي وزي قوه. قوه. انت في ناس بتديني كومنتات صوتك عالي على فكره انت بتتكلم، في ناس بتتضايق من كلام، يتضايقوا. الناس التانية تنبسط. تمام. لازم يعني تقع في موقف ان المدرس ولا الدكتور زي ما انا وقعت مثلا وانا في اعدادي باين او حاجه زي كده. الدكتور او المدرس ساعتها كان قاعد يطلب مني ان انا اجاوب على حاجه او حاجه زي كده، فانا اتكلم بصوت متربي اهطل. شايف الدنيا اللي هو لا، استاذك لازم تتكلم بادب واحترام عشان استاذك قريب منك. ولا يا ابني علي صوتك في ايه؟ فاللي هو انت كميه الاحراج طبعا كل ده كان هتلاقيه كان قدام كراش ولا ايا كان، بس تلاقي الدنيا بايظه خالص يعني. انت عمرك ما تبص لنفسك ونفس النظره بعد كده، هتزعل قوي، هتزعل. تمام، الحمد لله الموضوع ده الزعل ده جاب نتيجه ايجابيه معايا، بس في ناس كتير مش هيجيب نتيجه ايجابيه معاها. فليه تحط نفسك في موقف اصلا؟ كبر دماغك وامشي بدماغك. في الجيم مثلا وقاعد مع صاحبك وصاحبك قاعد يعتل وشايل وبتاع، زعق له ايوه وعاج وزعق جامد يا اسطى، زعق جامد. انا دلوقتي مش بزعق، واتعودت ان انا ما اتكلمش بصوت عالي في حاجه زي مثلا قاعده زي اللي انا قاعدها انا وانت دي. عشان دي نصيحه انا بكلمك، انت قاعد جنبي. وبالمناسبه انا عندي واحد صديق عزيز عليا قوي، بنبات مع بعض كتير، بنيجي كده مثلا بعد ما الدنيا تخلص خالص، بكون النور ده مطفي، الدنيا ايه، مفيش غير باصص نور، مشغلين جورج وسوف في الخلفيه او ام كلثوم او اي حاجه هاديه، ونتكلم بنفس التون دي يسطا. يعتبر داخلين ننام، فاهم ازاي؟ نوم انت داخل تنام خلاص، بنفس الصوت اللي بكلمك بيه ده. في حاجات فلسفيه اقسم بالله لو قعدت اتكلم معاك من هنا للسنه الجايه ما هتفهم منها حرف. تمام، بس بنفهم بعض. ورايحه جايه كده، رايحه جايه رايحه جايه. بتبسط قوي وهو بيتبسط قوي. وفعلا فعلا بحل مشاكل كتير بالكلام في المواضيع دي. مشاكل وجودية، مشاكل في الحياة، فكرة كانت مضايقاني، فكرة كده ملعبكة قوي، قعدت افكها مع واحدة 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 لغاية ما وصلت للحل. عمرك ما هتوصل لكده وانت بتقاطع في الكلام، بتتكلم بصوت عالي مش عارف إيه. لا، لازم تتكلم بنفس التون اللي بكلمك فيها دلوقتي دي. فهمت حاجة؟ بس خلي بالك بقى، عيوب اللي انت تبقى جريء وصوتك عالي كده بتبقى مخاطرة في كتير من الأحيان. كتير من الأحيان بتبقى مخاطرة. طيب لو في دي حاجات دلوقتي تطلبت إن أنت تكسر الجراءة اللي جواك وحاولت تعملها واتحطيت في موقف مش كويس، تمام؟ يعني جيت مثلا حبيت تتعرف على ناس أكتر وتخلي لسانك حرك في الكلام كده، بتروح وتيجي بسرعة، بتعرف تفهم اللي قدامك، فحبيت تجرب في ناس غريبة ما تعرفهاش، ودي حاجة جميلة اعملها. فمثلا رحت تشتري قهوة، الراجل اللي جنبك
حصلت معايا. قعدت تقول له بهزر مع البنت اللي بتعمل قهوه، وقعدت اقول اي حد ما بيشرب القهوه مش ساده يبقى ما بيشربش قهوه، تمام، عشان انا بشربها ساده يعني. فالراجل كان طالبها اصلا سكر زياده فاهم ازاي؟ فاللي هو بص لي بص كده لا يعني انت عشان ما مش بقى طالب 2 قهوه زياده يعني، فاهم ازاي؟ قلت له يا عم بهزر معاك والله مش عارف. قعدت اهزر معاه واتكلمنا ربع ساعه، وفي الاخر لا هو متضايق برضه قافش، عشان هو بالمناسبه عنده جزء ارداف قد كده، وبني ادم مش احسن حاجه من ناحيه حتى شكله. انا والله ما بتريق على حد، بس انا بوريك بس ايه، نظره واقعيه. انا مش فارق لي ومش هاممني ان انا اتريق على حد، تمام. كل الكلام ده بيني وبينك، بيني وبينك. اسلوبه في الكلام لا يوحي ان هو طلع اكتر من حدود عمارتهم. يا دوبك بس كان في المكان اللي انا طالب منه قهوه بالصدفه. اسلوبه حتى في الرفض ما كانش الطف حاجه. يعني في ناس مثلا ممكن يسكت ما يردش على الكلام، وهو يقول لك يهزر معاك هزار خفيف كده ضحكه صفرا عشان انت تسكت وخلاص، هفهمها وهمشي دنيتي. لا هو بقى ايه كده انت يا اسطى انت اتحطيت في موقف، البنت اللي قدامك الباريستا يعني اللي بتعمل قهوه متنشنه كده يعني، عارفه اللي انت ضايقت واحد دلوقتي مش عارفه هو تصرفه هيعمل ايه، فاهم ازاي؟ هي خايفه، هي خايفه دلوقتي بسببه. انا بقى هتعرف تتعامل في المواقف دي يعني. في المواقف اللي زي بتعرف تتعامل بقى، اللي هو ايه بتبدا تعتذر، هو حقك عليا لو بهزر والله وكده مش عارف ايه، عادي، موقف بعدي. انا خدت الريسك، ودي حاجات في الاول خالص ساعه ما كنت بتعلم ان هو افتح كلمات بقى وانكش حد ما اعرفوش وحاجات دي. والمناسبة أعز صحابي بعرفهم بالطريقة دي. يعني واحد من أعز صحابي كنت جيت عرفته ازاي، كنا في ايفنت معرفوش، فجاي هو بيتكلم مع ناس زمايله، وانا عاجبني طريقة كلامه وعاجبني اسلوبه، رحت ماسكه خانه من ورا كده، تمام، بلا اي سابقة اعمال، ما اعرفوش ولا يعرفني، تمام. قابلنا على فكرة بعض مرة صدفة في الجيم قبل كده، بس لا انا ولا هو كنا فاكرين. بعد كده هقول لك يعني الحوار ده. المهم ايه يا اسطى ده مش عارف ايه، مسكته هزرت معاه قعدنا نص ساعة نتكلم نفس الدماغ تبكل. انا بنقيه كده بصطاده، تمام. طلع نفس الدماغ بالظبط، طلع بروح نفس الجيم اللي انا بروحه، عندنا نفس الصحاب من نفس الجيم، فبقينا اعز صحاب. رجعت معاه في العربية في نفس اليوم ده، ورجع معاه بات تاني يوم، بات عندي في السكن تاني يوم. انت عايز إيه تاني؟ انت عايز إيه تاني؟ خدت الريسك وعملت كده، ونفس الكلام في حاجات قلتها في فيديوهات قبل كده. روح اتفرج على الفيديوهات اللي قبل كده، عشان عندي امثله كتير من كده، مش عايز اطول في وقت الفيديو ده يعني، فاهم؟ فانت دلوقتي يعني تخيل مثلا لو انا جيت خنقته كده ومش عارف ايه وحاولت اخنقه يعني، هو ايه يا اسطى انت ازاي تعمل كده وبجد بقى، فاهم ازاي؟ حقك عليا يا زميلي والله بهزر مش عارف كده، هتبقى كده الحوار تنشن اكبر، وبدا بقى اللي هو انت ازاي يا عم ومش عارف ايه وخد الحوار جامد على صدره. انا غلطان لك. بس انت بقى لو انت كنت لسه طالع جديد بقى من الحوار اللي انا متربي ولا ما ينفعش اعمل في حد كده وخايف ومش عارف ايه، هتبان ضعيف قوي، هتبان ضعيف قوي في الموقف ده، مش هتحاول بعدها تجرب في اي حد تاني. وللاسف هتدنك في الحته اللي انت فيها بقية عمرك، وانا مش عايزك كده. أنا عايزك تجرب، ممكن المره الاولى تخيش منك، المره التانية تخيش منك، التالتة مش هتخيش، وهتطلع في الاخر مبسوط. انا زي ما قلت لك، اعز ناس من اصحابي عرفتهم بالطريقه دي. وبالمناسبه ما كنتش هعرف اروح معاه بالعربيه، ولا هو يجي يبات معايا في السكن تاني يوم، الا لو كنت اديت بدايه قويه زي كده، بدايه قويه زي كده خلتنا نقعد قاعده قويه بعدها نتكلم كلام طويل بعدها، اديته يستثمر استثمار قوي معايا، فهمتني؟ والحاجات دي مش هتحصل الا لو خاطرت مخاطره كبيره. ممكن عادي تجيبها بالتدريج، بس انا واحد مستعجل شويه، بحب كل حاجه تيجي على الطيار كده، عشان انا عندي حاجات كتير قوي عايز اعملها، تمام. اللي عاجبه يشتري، اللي مش عاجبه عنه ما اشترى. حلو، شغل دماغك. ماذا ده بقى هتبان اللي انت كاريزماتيك، واتقالت لي من ناس كتير قوي، وانا ما كنتش بحاول ابان كاريزماتيك. انا يعني كان زمان الموضوع يعني ايه،
يعني القعده اللي انا قاعدها دلوقتي دي كنت بقعدها عن عمد، يعني دي عن عمد اللي هو ايه، بعد كده مثلا لا لا افرد ظهرك يابا، افرد ظهرك كده، ولازم تفرد رجليك عشان تبان كاريزماتيك قدام. حوار دلوقتي تلقائي، انا قاعد انا مش واخد بالي ان انا فارد رجلي، مش واخد بالي ان رجلي اتفردت، مش واخد بالي ان انا بفرد دراعي كده وبمديها لورا، بحاول اتكلم باريحيه. الحوار ده لوحده والله بقى ناتشورال، طبيعه تانية بالنسبه لي، زي التنفس كده، فاهمني؟ فببان كده وانا قاعد في كافيتيريا في بتاع، ف يعني جت بنت قبل كده حاولت تحتك بيا وتقول لي، قول لي انا قاعده شايفاك واخد وضعك قوي، قاعده على الترابيزه لوحدك، مش عارف كنت سارع في ايه، ومركز قوي في حاجه، والموضوع عجبني شدني الصراحه. هي جت تقول لي كده، واحده ما اعرفهاش، تمام؟ فاهم قوه اللي بقوله لك ده؟ انا ده الكلام ده والله بتلقائيه، ما بحاول ان انا افرض ظهري لا لا، مش كده. هي بتيجي لوحدها، تيجي لوحدها عشان انا واثق من نفسي ومرتاح مع حالي ومتصالح مع نفسي وعارف مميزاتي وعيوبي ومتصالح معاها. اللي عاجبه يجي واللي مش عاجبه عنه ما جه، وببقى نايم مبسوط، فمش عايز حاجه من تاني من الدنيا ولا عايز حاجه من حد. هتعرف تبص في عينين الناس، هتعرف تتكلم براحتك، هتعرف تقول اللي نفسك تقوله، هتحس ان الدنيا بتاعتك بجد يا اسطى، تحس ان الدنيا بتاعتك بجد، تعرف تتعامل بجد من قلبك، تعرف تاخد اللي انت عايزه وتدي اللي انت عايز تديه، من غير ما حد ياخد منك حاجه وانت مش حاسس تديها له كده، حاسس ان انت مجبور على اللي انت تديها له اساسا. لا، تعرف تقول لا بجد، تعرف تقول لا من قلبك، وتعرف تديها بقوه. لا، مش عايز اعمل لك كده، مش عايز اديك كده، فاهمني؟ فالقرار ليك، يعني ليه ده انك محترم. خلي بالك بعد ده كله، هل الناس بتقول عليا ان انا مثلا قليل ادب بتاع؟ في ناس بتقول عليا قليل ادب عادي، وفي ناس بتقول عليها مظبوط بيرفكت، فاهم ازاي؟ انا شايف نفسي بيرفكت، انا ما بحبش الواحد يقعد يقول لك انا جامد وبتاع وحديد التانى وعملت كذا، ما بحبش كده. بس ايه، انا فعلا في اخر 3 سنين انا كل يوم بتقلب بشقلب حالي، الحمد لله دي نعمة على فكرة. كل يوم بسلخ جلدي وبطلع جلد جديد، بقابل بيه العالم ابن اللي احنا عايشين فيه. الفيديو اللي فات بس ما كانش زي ده، الفيديو اللي فات على طول لازم من اسبوع ولا مش عارف من امتى، عمر ما هتلاقي نفس الشخصية اللي بتكلمك دلوقتي، فاهمني؟ كل يوم بتجدد، كل يوم في حاجة جديدة في عقليتي بضيفها وبتبناها بغير من نفسي، بغير من نفسي بجد، ببقى انسان جديد، ببقى عقلية جديدة، بكلم الناس بسرعة، بفهم بسرعة، بجيب علاقات بسرعة. لسه في ريكورد مبعوت لي النهارده، واحد يقول لي انا كل ما حد يقابلني انت تعرف سخيل ازاي، تعرف سخيل ازاي، تعرف سخيل ازاي، اقسم بالله الريكورد ده موجود، تمام؟ انا الحوار ده مكتشفه النهارده اللي هو ايه، سخيلي سخيلي موجود، سخيلي حلو، سخيلي عارف ناس كتير، عارف ناس هنا وهنا وهنا، بقيت بعرف اخلص الحاجات بتليفون كل ده. مش بقولك ما بقتش محترم، لسه محترم. في ناس ما بقدرش اقول كلمه او لفظ قدامهم، طبيعي، دي حاجه عاديه، بس الناس دي مضطر اكون معاها، مثلا تربطني بيهم مصلحه، يربطني بيهم مشروع حاجه، ودي ناس فعلا بنت مثلا كويسه محترمه، او دكتور او كده، عادي مفيش مشكله. بس تتعامل بأريحية في اي حاجه تانية. طلب اطلبه منك، خش على الديسكورد، حاول تجرب في من 1 ل3 اشخاص جديده ما تعرفهمش، ما تكلمهمش على الخاص، على قد ما تقدر ما تكلمهمش على الخاص، او على الاقل شقطهم من على الساحه العامه، وبعد كده خش تكلموا خاص براحتكم، تمام؟ هتخشوا تخش كده على الباحه العامه، كل ده ببلاش بالمناسبه، على الباحه العامه، مساء الخير، السلام عليكم، انا اسمي فلان الفلاني، سني كذا، بعمل كذا، نفسي خطوتي الجايه ان انا مثلا اطلع 3000 4000 جنيه في الشهر اللي جاي ده اهو، من مونتاج، من كتابه المحتوى، من هكذا وهكذا، اي حاجه، من شغلي على الارض، بشتغل باريستا، بعمل قهوه للناس، انا هعمل كذا، عايز اعمل المبلغ ده الشهر الجاي عشان اجيب كذا، عشان اجيب لاب، اديني هدف سبيسيفيك، هتعجبني اكتر كل ما يكون محدد اكتر. وعايز بقى بقية الناس، انت سواء انت كتبت كده
او بعد ما تكتب كده شوف حد كتب حاجه مشابهه او حاجه عجباك، خش له على البحث العامه، كل ده قدام الناس، انا عايزك تعملها قدام الناس بحيث ان انت، انا خليل لك بيك ان شاء الله كانك ان بابليك، كانك في العام قدام الناس. هتعمل كده، هتقول انا كمان اسمي كذا عايز اعمل كذا. هتيجي نخش كول في رومات تحت مفتوحه اللي انت تفتح فيديو كول، تنزل تتكلم اكتر من حد. تمام، تتكلم براحتك وتقعد تعيش حياتك، تنبسط هناك، تتكلم كده زي ما شايف الكاميرا مفتوحه كده، هتلاقي بقى الكاميرا بقى في وشك تانية، تقعد تتكلم كانكم قاعدين قدام بعض. عايز تعلي بالليفل شويه، في انا عندي تشانلز محافظات وعندي رومات خاصه وفي نشاطات جوه كتير، وفي حاجات اللي انتوا زي تقروا كتب سوا، في حد اللي انتوا بيبقى في حد مشرف عليكم، بتلزموا نفسكم بتاسك انتوا الاثنين. مثلا عايزين تفتحوا قناه يوتيوب، كل واحد يفتح قناته الخاصه، كل واحد شغال في دنيته عادي ولا كأن التاني موجود، بس يعني مثلا تارجت ان انا اوصل 100 مشترك في خلال الشهر الجاي. تمام، فانتوا الاثنين عليكم نفس التارجت عشان انتوا الاثنين بادئين سوا. تمام، فالشخص التالت ده المسؤول ان هو ينظم الحاجه ويشوف اللي انتوا عملتوا الحاجات دي ولا لا. هو مش بيعمل اي حاجه، الشخص المسؤول المشرف ده مش بيعمل اي حاجه، انتوا اللي تكونوا مشرفين على بعض اصلا. تمام، انت دلوقتي انت خلاص خلصت الفيديوهين بتوع النهارده. اه، خلصت الفيديوهين بتوع النهارده. اه، شايف انا عملت لك ايه دلوقتي؟ انا عملت لك بيئه تعرف تعمل عليها مشروع. انا بديك مثال بس في مشروع اليوتيوب والحاجات دي عشان دي حاجات انا فاهمها كويس قوي، شغال فيها اكتر من 8 سنين واكتر من 10 سنين والله. بس ايه، ده مجال خبرتي، فده اللي انا فاهم فيه، فاقدر اديك تفاصيل كتيره فيه. طبق الموضوع ده بقى على مذاكرة. عايز مثلا انتوا الاتنين في حاسبات، خلص الشابتر الفلاني، خلص الشابتر الفلاني، تمام قشطة، كمل على بعض. ستادي ويز مي موجودة، كل حاجة موجودة. بس للأسف الحاجات الزيادة قوي دي، التفاصيل المتخصصة والحد المشرف أكيد بفلوس طبعا، أنا الراجل المشرف ده بديله مرتب، فاهمني؟ فكل الحاجات دي اشتراكات رمزية موجودة. لو الموضوع همك، لو الموضوع لذيذ، أنا عن نفسي شايفه أحسن حاجة الراجل ممكن يقدمها لنفسه. وعن نفسي انا لو محتاج، عشان انا صاحب الموضوع، فانا بعمل كده بلاقي حد معايا الحمد لله. فموضوع ما عنديش مشكله مع ان انا الاقي حد اشتغل معاه، وعنده صحاب كتير اصلا بعرف انجز الموضوع ده بسرعه. تمام، بس انا بجيب لك دلوقتي البيئه اللي الناس شبهك بالظبط، حد عايز بينزل الجيم شبهك، حد عايز يشتغل شبهك، حد عايز يذاكر زيك، حد عايز يعمل كل حاجه شبهك، يجيب نفس البايك، يجيب نفس الشقه، يجيب نفس المكان، يأجر في نفس المكان، فاهمني؟ انت بتجيب ناس نسخه منك، نسخة منك. انا عايز المسوخ اللي شبه بعض دي تتجمع في مكان واحد ويعملوا نفس الحاجة، كله هيوصل كده زي الصاروخ، طلوعك هيبقى كده مش كده. تمام، فالموضوع شدك من الموضوع كده، هعمل هسجل شرح مخصوص للسيرفر محدث عشان كان في حاجات كتير انضافت الفترة اللي فاتت، هسجله عشان تعرف برضه تنضم ازاي وايه اللي هتلاقيه جوه وكده بعد الفيديو ده. حلو، فخش على الديسكورد هتلاقي ناس قليلة ادب هناك.